السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هقول لكم خبرة السنين في تخليل الفسيخ. ازاي تعملوا فسيخ في البيت بطريقة ناجحة جدا، تسوية مظبوطة وملح مظبوط، وأثناء التخليل ما تشملوش ريحة نهائيا خالص. بصوا الفسيخ صوته صورة خليته قدامكم ازاي بإيدي، ولونه وردي وريحته جميلة بصراحة. ريحة الملح، مفيهوش زفارة نهائيا خالص. بصوا ما شاء الله اللهم بارك. والطريقة دي بصراحة بابا علمها لي، وبابا اتعلمها من أهل سينا ومن أهل العريش، فتحية طيبة ليهم كلهم. لو أول مرة بقى تعملوا فسيخ فلازم تشتروا السمك البوري الأصلي، علشان البوري الأصلي اللي بيكون عايش في البحر بتكون الخياشيم بتاعته نظيفة جدا، بتكون لونها بامبا كده، وكمان ريحتها حلوة. لكن البوري المزارع بتكون الخياشيم بتاعته مليانة طينة، والطينة دي ريحتها وحشة جدا، فبصراحة متعب جدا في التنظيف، وكمان في الطعم كمان لما تيجي تخلليه بتشمي فيه ريحة زفارة سبحان الله. لكن البوري الأصلي اللي هو عايش في البحر بتكون ريحته جميلة جدا، وبيكون نضيف جدا في كل حاجة، وكمان طعمه طبعا بيبقى أحلى من البوري المزارع. أول حاجة أنا هروح عند السماك وهطلب منه البوري الأصلي، ولازم تفتحي الخياشيم بتاعته من جوه وتشوفيها إذا كانت فيها طينة ريحتها وحشة ولا الخياشيم بتاعته نظيفة. طبعا في حالة إن هو نظيفة هتجيبي الكمية اللي انت عايزاها. عايزة أقولك خطوة مهمة جدا برضو، لو هتعملي مخلل بوري فلازم تجيبي الكمية كلها نفس الحجم. يعني ما ينفعش تخللي سمكة كيلو مع سمكة أقل من ربع كيلو، لازم الأحجام كلها تكون قد بعضيها بالظبط. وطريقة التنظيف بتاعته سهلة جدا، انا ما بغسلهوش بصراحة، بدال السمكية الخيشين بتاعتها نظيفة والسمكة كمان نظيفة من بره، هبتدي بقى ايه اجيب مناديل مطبخ وابتدي امسحها كويس جدا من المية ومن الدموية. تمام. او بفوطة نظيفة من فوط المطبخ برضو تكون ناشفة، وابتدي بقى ايه امسح السمكة كويس جدا، وما تروحيش يمة الخياشيم خالص. ده في حالة ان انت جايبة البوري الاصلي النضيف، هتستكفي بس بمسحوب يا اما بفوطة نظيفة يا اما بمناديل مطبخ. اما بالنسبة لملح الفسيخ فلازم تجيبي الملح الحصى، الملح البحري، الملح الخشن، بيديكي نتيجة كويسة جدا جدا في التخليل. هحتاج كمان شطة وهحتاج كركم. وتعالي بقى أقولك على تخليل الفسيخ بملح مظبوط على الشعراية. 10 كيلو من الفسيخ عليهم 2 كيلو من الملح البحري الملح الخشن، عليهم 3 معالق كبار من الشطة و3 معالق كبار من الكركم. وبعد ما نشفت السمكة تماما من المية بفوطة نظيفة وبمنديل كمان، هحط السمك على كيس وأحط الكيس على الرخامة، هفرده كده تمام لمدة ربع ساعة بس، وهغطيه بقماشة تكون شفافة تجيب للسمك هوا. لو سبتي السمك أكتر من كده مدة طويلة يعني ينشف فيها السمكة هتتنفخ وهتعفن وتنتن ويبقى ريحتها مش حلوة خالص. فاستكفي بربع ساعة بس، انت كده كده من الشفاء بمنديل وبفوطة كمان، فانت بس بتزودي بس مدة التنشيف، يعني زيادة تأكيد ان السمكية ناشفة تماما. هبتدي بقى ايه اقلب الملح مع الشطة مع الكركم، وابتدي احشي خياشيم السمك كويس جدا. هجيب كمان كيس يكون شفاف ونضيف كده، وكمان يكون لونه ابيض مش غامق، وهبتدي احط في قاع الكيس رشة من الملح كبشة حلوة كده. وبعد كده احط السمك خلف خلاف، الراس جنب الديل، وكل طبقة هحط عليها ملح من فوق. بصوا كبشة ملح، واكمل الكمية كلها كده بنفس النظام. ولازم كده تسمي كده وتصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بصوا
ما شاء الله اللهم بارك، خلصت الكمية كلها في لمح البصر ما شاء الله. هابتدي بقى إيه خطوة مهمة جدًا، إن أنتِ تربطي الكيس رابطة محكمة كويس جدًا، ما تخلّيش في الكيس هوا نهائيًا خالص، علشان السمكة ما تخسِّش أثناء التخليل، وعلشان السمكة كمان ما يبقاش ليها ريحة وحشة أثناء التخليل، تمام؟ أنا بقى باستعمل الطريقة بتاعة سينا، بتاعة العريش، بتاعة اسمها المدفون، مدفون الفسيخ، مدفون الزيتون. بصراحة عندهم المخللات طعم تاني خالص وريحة جميلة، ما شاء الله اللهم بارك، ربنا يديهم الصحة والعافية يا رب. هابتدي بقى إيه، أحط الكيس دوّة في كذا كيس، وكل كيس هاكون مطلّعة منه الهوا تمامًا، ورابطاه رابطة كويسة جدًا، رابطة محكمة جدًا. طيب في حالة إن أنا ما عنديش رمل وعايزة أعمل الفسيخ بطريقتهم، هاعمل إيه؟ هاحط بقى إيه اللهم صل على النبي، الفسيخ في كذا كيس كده، وكل كيس مربوط كويس جدًا. هاجيب برميل أو هاجيب جردل كبير وأحط فيه الكيس دوّة، وأحط عليه تُقل من فوق، وبعد كده أغطي البرميل أو الجردل، تمام؟ طيب أنا بقى باحب طريقة سينا بصراحة والعريش اللي هي مدفون الرمل، دي ما بتطلّعلوش ريحة نهائيًا خالص، 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 والله وعن تجربة. أنا باجيب الرمل ده بقى وهو رأس مالي بصراحة يعني مش محتاج ميزانية خالص، باجيبه من بياعين البطاطس اللي في السوق، وهو أنا حاطاه الشكارة في البلكونة، يعني كمان مش عاملة لي عبء بصراحة ولا حاجة. باجيب بقى إيه كيس الفسيخ بعد ما أضبّطه كده أحطه في الأرض وأردم عليه بالرمل، ومدة التسوية المضبوطة اللي هتخلّي الفسيخ بتاعك مزبّت كده ومستوي وزي القشطة شهر كامل. ممكن تفتحي بعد 15 يوم، لكن أنا بصراحة مش هاخبّي عليكم، أنا باحب أفتح عليه بعد شهر، لازم يكمّل شهر، وبعد شهر كمان أفتح عليه، وده كان مكمل معايا شهر بالضبط، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، وهو في الرمل كده، وعمالة بقى إيه أفتح عليه وأشوف بقى الريحة بتاعة الفسيخ اللي إحنا كنا بنشمها زمان دي، بصراحة لا 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 خالص، ولا تشمي ريحة أثناء التخليل، ولا حتى وانتي بتفحتي عليه وتطلعي الكيس كده من الرمل، لأ، أول ما شفت الكيس ومسكته بإيدي كده علشان يكون فيه مصداقية شميت ريحة الملح، ريحة الملح ما شاء الله، الكيس ما شاء الله اللهم بارك مش مميمي مفيهوش مية خالص، في شوية زيت بسيطة خالص كده في قاع الكيس، ليه؟ علشان احنا رابطين الكيس كويس جدا والكيس ما خدش منك هوا، فما شاء الله اللهم بارك السمكية مزبدة، الكيس مش مميمي، واخد حقه كويس جدا في التخليل شهر شهر كان يمكن وكام يوم كمان تخليل، فما شاء الله اللهم بارك يعني حاجة بجد خطيرة، طعمه حلو أوي وريحته جميلة ومزبّت كده، وإن شاء الله بأمر الله لمّا تجرّبوه أنتم اللي هتحكموا بقى، فتحية طيبة بقى لأهلنا وحبايبنا في سينا وفي العريش، لإن الوصفة دي بصراحة من عندهم، بابا لمّا كان يشتغل معاهم مدة طويلة كذا سَنة يعني، كان بيجيب لنا إيه بقى، شوية وصفات حلوة من عندهم كده، مدفون الزيتون، مدفون الفسيخ، كبيس الليمون، وكبيس الليمون أنا عاملة الفيديو بتاعه على القناة ب3 وصفات لمخلل الليمون، فبصراحة الموضوع يعني يستاهل التجربة. بُصّوا بقى أنا باخليه بإيدي ما شاء الله السمكاية وردية، مزبّدة، طرية، مستوية، ملحها مضبوط، يتقال فيها شعر من الآخر كده. في ناس بقى ربنا يهديها على حالها يا رب، بتعمل إيه بقى، بتجيب السمكاية تنشّفها يوم كامل أو نُص يوم، ودي كارثة كبيرة بصراحة. وفي واحدة بقى كنت سمعتها بتقول إيه، أنا باسيب السمكة لحد ما تنشف ويتضاعف الحجم بتاعها وريحتها تطلع وبعد كده أملّحها. ييجوا بقى العرب من الدول العربية ياكلوا عندنا الفسيخ يقولوا أنتم بتاكلوا حاجة منتنة. فلأ يا جماعة، الفسيخ ما بنسيبوش يوم ولا يوم ولا نُص يوم ولا الكلام ده خالص، ولا حتى نُص ساعة،
هو ربع ساعة بس من بالكتير إن انتي تنشفيه، انتي كده منشفاه بمناديل مطبخ وبفوطة مطبخ نضيفة، فانتي منشفاه كويس، فانتي بتديله ربع ساعة بس كده ايه، زيادة تأكيد ان السمكية نشفت، لكن مش بتسيبيه يوم ولا نص يوم ولا الهري ده كله. كل واحد هيتحاسب على كل كلمة بيقولها. فيا جماعة ما تعملوش الحاجات دي، وسبحان الله في رزقهم الفيديوهات بتاعتهم بتطلع ترند، وناس بقى ايه تيجي تعمل وصفاتهم، فتخسر الحاجة. بصراحة الفلوس احنا مش بنجيبها بسهولة قوي كده يا جماعة، علشان نشتري كمية بوري، والبوري غالي اصلا. وبعد كده نخلّله، بتقول لِك كمان التسوية في 4 أيام. تسوية إيه اللي في 4 أيام؟ ده تلاقيها السمكة مجلدة، وتلاقيها لسه ما استوتش، وتلاقيها زفرة، وما تتاكلش خالص، تلاقيها معفنة. هو أصلًا السمك في 4 أيام لسه بتحصل له عملية الفوران، اللي هي عملية التخليل. فلازم في عملية التخليل، في عملية الفوران دي تتم يقعد أسبوع بالضبط فيها كده. وبعد كده بقى إيه، يبتدي يتخلّل بقى، ينزّل مَيّته ويشربها تاني، ينزّل مَيّته ويشربها تاني. طبعًا الكيس لازم يكون ما فيهوش هوا تمامًا، علشان لمّا يحصل له عملية الفوران دي، الكيس ما تلاقوهوش مليان مَيّة، تمام. لو الكيس واخد منِّك هوا و وكيس جواه هوا من جوّه، لمّا بتيجي تحصل له عملية الفوران دي اللي هي عملية التخليل يعني، بتلاقي إن السمكية نزّلت المَيّة اللي فيها كلّها، تلاقي الكيس مميمي كده وزفر وطعمه نتن وريحته نتنة كمان. فلا يا جماعة والله الفسيخ ده جميل، أصلًا ده هو فيه بكتيريا نافعة عشان تبقوا عارفين يعني. فخدوا منّي واعملوا زي ما أنا باعمل كده، آآ إن شاء الله بأمر الله هينجح معاكم، وهيبقى مشروع ناجح إن شاء الله بأمر الله. خلّلوا في الرملة وما تعملوش مساج للرمل، للفسيخ، ما تعملوش مساج للفسيخ، وما تسيبوش الفسيخ ينشف مدة طويلة، هو ربع ساعة بس، تمام. وافتحوا عليه بعد الشهر مش قبل الشهر، ولو قبل الشهر هيبقى بعد ال15 يوم لكن مش أقل. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. قناتي جديدة وإن شاء الله تكبر بيكم وليكم. حطوا لي لايك للفيديو واشتركوا في القناة، محتاجة دعمكم للقناة. جربوا المشروع، صحة وعافية عليكم ومع ألف سلامة. يلا بينا نعمل مخلل السردينة بملح مظبوط وكمان بدون زفارة خالص، وهقولك على مدة التخليل المظبوطة، وازاي تعملي سردينة في البيت بدون ما تشميله ريحة خالص أثناء التخليل. أوعدك وعد مني هتخلصي الفيديو وتقومي تعملي مشروع. سمكة السردينة المواسم بتاعتها بتبقى في الشتاء، بتبقى طازة جدا طبعا، والأسعار بتاعتها في سماكين بيبيعوها ب100 جنيه، وفي سماكين تانيين بيبيعوها ب80 جنيه. لو أول مرة بقى تخشي المطبخ وتعملي مخللات، تعالى هقولك على أنجح طريقة هينجح معاكي ومن أول مرة كمان. أول حاجة هتجيبي السمكاية، تنزعي الراس بتاعتها بالبطن بتاعها وتخلصي كل الكمية. هبتدي بعد كده أجيب منديل أو فوطة مطبخ، ولازم تكون الفوطة نضيفة وناشفة، وهبتدي بقى أمسح السمكة من كل الاتجاهات كده. هو السمك بيجي من عند السماك نضيف جدا طبعا لأنه كان عايش في المية، وهما كمان السماكين بيحافظوا على نظافته طول الوقت علشان طبعا يعرفوا يسوقوه. طيب احنا بنمسحه في البيت او بننضفه في البيت يعني زيادة تأكيد بس مش اكتر، ان هو مش عليه مية وكمان مش عليه دموية. لازم نملحه وهو ناشف جدا. لحم السمك حساس جدا، فما فيش داعي بقى ان احنا ننقعه في المية ونقعد نغسل فيه فترات طويلة. استكفي بس كده ايه بمسحه يا بمنديل يا بفوطة، وعشان انت كمان اول مرة تعمليه ينجح معاكي ومن اول مرة. السمكة دي بقى لقيتها في السردينة وانا بنضفه. السمكة دي ما بتتخللش، ممكن تتعمل صينية، ممكن تتقلي، وممكن تتشوي كمان، لكن من الصعب جدا ان هي تتخلل. لما تخلليها مع السردينة بتزفر، بتبقى زفرة وكمان بتزفر لك السردينة. فنصيحة لو لقيتيها
احجزيهم كده على جنب وتبليهم واعمليهم صينية أو مقلي أو مشوي. ومقدار السمك كان كيلو، هحط عليه نص كيلو من الملح الخشن، الملح البحري الحصى أكيد انتوا عارفينه بنجيبه من عند العطار. هنزل عليه بمعلقة شطة كبيرة ومعلقة كركم كبيرة. فردت السمك على صينية وحطيت الصينية على الرخامة في المطبخ، وحطيت عليها قماشة شفافة تجيب للسمك هوا ان هو ينشف بسرعة. تمام. واخد تقريبا كده ربع ساعة بس مش اكتر، ما تكتريش المدة عليه علشان ما يعفنش وينتن وتبقى ريحته مش حلوة خالص. تمام. وبعد ما نشف بعد ربع ساعة بالظبط رشيت عليه رشة من الزيت، وبدأت حطيته في الملح وغمسته كده في الملح زي ما شايفين، ولازم تغمسي الكمية كلها في الملح كويس جدا. رشة الزيت اللي احنا حطيناها، ويلا عدوا الفوائد بتاعتها. اول حاجة مادة حافظة، تاني حاجة بتخلي السمك طعمه حلو وريحته جميلة، وكمان بتطري السمكية، وبعدين برضو بتخلي الملح يلزق على السمك كويس جدا. شفتوا بقى فوائد رشة الزيت اللي احنا حطيناها؟ بتبقى خطيرة بصراحة. فما تبخلوش على المخلل برشة زيت، ورشة بسيطة خالص مش كتير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحوا كده وانتوا بتعملوا حاجتكم، هتلاقوا فيها بركة، وهتلاقوا كمان الوقت فيه بركة. بصوا ما شاء الله اللهم بارك، شكله حلو خالص، وكمان كان طعمه خطير بصراحة. هبتدي بقى ايه، اجيب كيس ابيض كده وارش فيه شوية من الملح اللي احنا ملحنا بيه السمك. تمام. وهبتدي بقى ايه، اسمي الله بسم الله الرحمن الرحيم، وابتدي احط الكمية كلها كده في الكيس زي ما شايفين. هحط الكمية كلها. هبتدي بقى ايه، اجيب كمان الكيس دوت. وهنا بقى خطوة مهمة، لازم وانت بتربطي الكيس تخرجي كل الهواء اللي في الكيس، علشان الهواء دوت بيخلي السمك يعفن، وكمان يطلع له ريحة كده اثناء التخليل. كل شوية ايه تبقي ايا كان حطاه في المطبخ او حطاه في البلكونة او حطاه في اي مكان في الشقة، بيطلع له ريحة لو انتي مش قافلة الكيس كويس جدا على السمك. تمام. وهقولك انا فكرتي في التخليل، مش هيطلع له ريحة خالص، وهيبقى تخليله خطير بصراحة. انا بصراحة ما بحطش المخللات كده، انا بدفنها في الرمل. بس اول حاجة عايزة اقول لكم ان انتوا لازم تحطوه في كذا كيس كده، حوالي 5 اكياس. بصوا الرمل دوت انا كنت بجيبه من بياعين البطاطس اللي في السوق علشان ازرع فيه. بس اللي حصل بقى ان الزرع بتاعي اتحسد ونشف كله، يعني الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. فبصراحة يعني حزنت عليه كل الحزن والله، بس يلا الحمد لله. ابتديت بقى ايه، حطيت الكيس في الرمل كده دفنت عليه كتير قوي، رمل كتير قوي زي ما شفتوا كده بالظبط. وبعد 15 يوم بالظبط طلعت الكيس وبدأت فكيته بقى. بتشم ريحة جميلة بقى، مفيهوش زفارة خالص، وطعمه حلو جدا وريحته جميلة، وطري طراوة ما شاء الله. بصوا واحمر من جوه لانه مستوي كويس جدا. 15 يوم بخلله بصراحة. الفسيخ هعمله معاكم برضو الفترة اللي جاية ان شاء الله. انا لسه بحضر في الفيديو، لسه ما خلصتوش، بس بأمر الله هجيب لكم برضو وصفة حلوة قوي قوي للفسيخ هتعمليه في البيت، وانتي مطمنة على الاخر ان هو هينجح معاكي من اول مرة. الفسيخ المدفون برضو بأمر الله. وعايزة اقول لكم كمان ان ده مشروعي، فاللي بعمله والله وبيعجب الناس قوي قوي وبعلقوا تعليقات حلوة قوي عليه، بعمله فيديو وبنزله لكم علشان انتوا كمان تستفيدوا. بصوا ما شاء الله لحمته حمرا من جوه ازاي، ولا كان طعمه خطير بصراحة. مدة تخليل المظبوطة 15 يوم. عايزة تقللي بس يبقى بعد ال10 ايام لكن مش اقل، علشان تاخدي نتيجة كويسة جدا جدا. لما تفتحي عليه بدري بتلاقيه زفر، وكمان بتلاقيه مجلد، ولما تملحيه ملح زيادة عن اللزوم بيطلع ناشف، تخبطيه في الحيطة يرد في وشك تاني. فانا قلتلكوا كل حاجة بما يرضي الله. كيلو السمك كان عليه نص كيلو من الملح. تمام. اللهم صل على النبي. ودي كمية كلها زي ما شايفين كده قدامكم
كان طعمه حلو، حطولي لايك واشتركوا في القناة وشيروا الفيديو، وجزاكم الله كل خير ومع ألف سلامة. نسيت اقول لكم ان كمية السردينة كلها كانت كيلو ونص، بعد التنظيف بقت كيلو، لاني انا اخدت الراس بالبطن بتاعها تمام. فالكمية اللي فضلت كلها كيلو بالظبط متنضف. اخد معايا نص كيلو من الملح ويمكن اقل كمان، لكن مش اكتر. ما تكتريش الملح عشان ما يطلعش مالح منك، ايا كان في الفسيخ او في الملوحة. وزي ما قلتلك مدة التخليل المظبوطة من 15 يوم لحد وانت طالعة، لكن تحت لا، لو اقل هيبقى في السردين ويبقى 10 ايام. لو هتعملي مشروع طبعا هتجيبي جملة، هتجيبي السردينة جملة وهتجيبي البوري جملة. جربوا تعملوا مشاريع بسيطة كده من بيوتكم زي ما شفتوا كده في الفيديو وفي القناة عليها كمية مشاريع حلوة قوي، بأمر الله تستفادوا. ربنا يحسن ما بين ايديكم ويحسن ما بين ايديا. طبعا لما يستوي هتحبوه كده في اطباق فويل او اطباق بلاستيك بالربع كيلو او بالنص كيلو، وتعملوا جروب كده على الواتس، وربنا يرزق الجميع يا رب. حاجة أخيرة، لو مش متوفر عندكم الرمل أو متوفر عند بياع البطاطس، هتلاقوه عند الموان اللي بيبيع الأسمنت والجبس، هتلاقوا عنده الرمل وبيبيعه بالشكارة ورخيص مش غالي. قول يا رب وبأمر الله ربنا هيسر لك كل أمورك. حطوا لايك للفيديو واشتركوا في القناة وشيروا الفيديو لأصحابكم وأحبابكم، وجزاكم الله كل خير ومع ألف سلامة.